المشكله ان المسيحي بيعتمد ان الكنيسه قالت له ده كتاب ربنا. طب الكتبه دول ما قالوش في الاربع اناجيل لما جم يكتبوا كانوا عادي بيكتبوا كتاب بشري جدا، يعني كتاب واحد بيحكي، ويا ريتنا عارفينهم. وانت نفسك اتكلمنا في الموضوع ده واثبتنا ان احنا مش عارفين مين اللي كتب الكتاب ده. فتخيل انت كتاب انت مش عارفه، الكتاب ده نفسه اللي انت مش عارفه كاتب مش عارف كاتبه، هو بنفسه لم يدعي ان هو بيكتب بوحي الهي، زائد ان هو جوه الكتاب في اعترافات ان هو كتاب بشري. النص الوارد في سفر المكابين اصحاح 15 عدد 39، سفر المكابين الثاني اهو النص اهو، ادي دي الاسفار القانونيه التي حذفها البروتستانت مطرانيه بني سويف. بص بيقول ايه ده، تخيل ده كتاب ربنا كده، بيقول ايه بقى؟ فان كنت قد احسنت التاليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. هل كتاب ربنا ممكن يكون فيه تقصير؟ طب ازاي؟ كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر. هو ما كانش يعرف ان هو بيكتب بوحي، عشان كده كتب الحته الاخيره بتاعت ان كنت قد احسنت التاليف، لان هو ما كانش عارف انه بيكتب بوحي. ما فكر ان هو كانش بيكتب من دماغه، لكن الحقيقه ان هو كان بيكتب وحي وهو مش عارف. حلو، يعني هو نفسه ما كانش يعرف، انت بقى عرفت منين؟ يعني هو نفسه ما كانش عارف هو بيكتب بوحي، انت عرفت تاني كده منين؟ معلش. يعني هو ما كانش عارف ان هو بيكتب بوحي، انت عرفت منين؟ يعني انا مش عارف اقول لك، انا اطلع من اقرا اقعد واحد يقرا، مش عارف.